في حي هادي على أطراف المدينة، الناس كانوا دايماً بيتكلموا عن أستاذ سامي مدرس اللغة العربية المحترم اللي الكل شايفوه رمز للأخلاق والانضباط. الطلبة بتحبه، الجيران بيحترموه، ودايماً بيتقدم كقدوة. لكن مريم بنت صغيرة عنده في الصف بدأت تلاحظ حاجة غريبة. كل مرة كان بيمر من عند بيتها في آخر الليل بيكون راجع متأخر جداً ووشه متغير. في يوم قررت تراقبه من بعيد، لقت إنه بيقابل ناس غرباء في مكان مظلم عند آخر الشارع وبيسلمهم شنطة صغيرة. الصدمة إنها حاولت تحكي لصحابها أو حتى لوالدها، محدش صدقها. الكل رد بنفس الكلمة: انتي بتتخيلي، ده راجل محترم، ما ينفعش تتكلمي عليه كده. الأيام عدت لحد ما حصلت واقعة قلبت الدنيا. تم القبض على مجموعة بتهرب أدوية مغشوشة، ولما الشرطة كشفت التفاصيل كان أستاذ سامي واحد من أبرز العقول المدبرة. الناس كلها وقفت في صدمة. إزاي الشخص اللي عاشوا عمرهم شايفينه ملاك يطلع وراه سر أسود بالشكل ده؟ بعضهم قال هو كان مجبور عشان الفلوس، والبعض التاني دي خيانة للثقة والتعليم نفسه. أما مريم الطفلة الوحيدة اللي صدقت عينيها وما صدقتش المظاهر فضلت ساكتة، لكن جواها إحساس غريب. هل يا ترى أي حد تاني حوالينا عايش بوشين وإحنا مش شايفين؟